طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عكليت يا عم السيف، أنت بتتكلم وقلت على إنه الرئيس محمد حمدان ما بيعرف يلف العمة. العمة دي لما جابوها الناس اللي أتوا بالعمامة دي، لما جو بها العطاوة والجبة المقلوبة بتتكلم اللي بتسخر منها دي خلتك إنه أنت إنسان. لفت يد الاستعمار وطلعتك منهم. ونحن قبل ما نجي انتوا الله يكرمك ويكرم السامعين لكلامنا ما في داعي انا انزل له. كان عندكم مباح عندكم رجل يسوقوا له رجل يعرسه. حصلت في قرفه معروفه وحصل وانتوا ارذل الامور كلها جبتوها للسودان. انتوا حتى في الحكم تتكلموا عنه. حكمتوا 3 مرات، غرقتوا حلفه، فصلتوا الجنوب، عملتوا البروتوكولات، صدرتوا الفلاشه. ده كله من عمايلكم انتوا. الان بنتوا الشعب السوداني، والان المحاكم العالميه شغاله بالنسبه لكم، بالنسبه للخروقات اللي بتعملوها. انت اللي عرفتكم شنو بالحكم. انت زول اساسا لما يكون ما خالي ضمير ما بيعرف. تيجي تتكلم كمان في شخصيه الناس، اللبس، الجلابيه اللي انا بتكلم عنها انه محمد حمدان الفاتحه بالبسها دي. نحن الجلابيه دي عندنا العطاوه ما بنلبسها، لانه اصلا اتباها المرقني وفيها لياقه وجابها من سمرقند. لما نجي هنا نين حقتنا الجبه المقلوبه، قام طوالي شالوا اللياقه برا، خلوها سموها الجلابيه بتاعت الجلابه اللي هي الفاتحه دي، بيقلدوا بها المرقنيه. نحن عندنا الجلابيه الفاتحه دي لما تجي زول عشان تتزوج بنته وتلقى الجلابيه فاتحه ما بتتزوجها. ليه؟ لانه احنا ما قاعد نرضع. نحن بنلبس الجبه المقفوله لانه بنلفها شمال ويمين، لانه في سرج الحصان ولا في الجمل ولا في اي حاجه في المسافات الطويله ما لو ركبت هناك ما بتتخرم في اتجاه واحد، لان انت ملابس اتجاه واحد تقلبها مرتين. ده واحد. العمامه دي يعني المهدي، الامام المهدي لما جاء وعلى انه واصحابه اللي حرروك انت من السودان، لما جو يحاربوا ظهرت انه الملائكه بيتحارب معاهم المستعمر والعمامه بالشمال، العزبه بالشمال، وتشبه بينها اسمها الجبه البقاريه. انت بتتكلم في شنو عن في اللبس يا عم السيف؟ عم السيف العار والبصمه كلها عندك انت يا اخي. العطاوه ديل كف منهم يا اخي، ديل اصاله العرب. انت ما عندك حاجه، انت لحد هسه بتدور في دمك، بتدور في جنسك، ما معروف لحد هسه. انتوا ناس مرقعين ساكت. ديل ناس اصاله وسياد اسم وسياد عنوان وسياد لبس وسياد مال وسياد قوه. اسم منكم واحد. من الحرب دي بدات قلتوا 3 يوم، هسه الان استمرت 2 ونص. الوقف في الشارع بقرعته وقال الله كريم منو تعال ساعدوني انا في قضيتي دي. احنا شايلين شيلتنا ولا يوم الدين نحن نشيل شيلتنا، وزي ما فكيناك من المستعمر حنفكك من النظام بتاعك العكليت ده، والله حنفكك منه يقسم بالله، ونحرر السودان وحنجي نحكمه بعد ده. والسلام عليكم.